بقول لك ايه يا كوريا، تقعدي دلوقتي مع الست هايدي، افهمي منها هتقول لك ايه، افهميه هو ايه كويس، ما عايزينش حد يعيب على مخ الصعايده. ما بلاش الاسم ده خال. ايه هايدي ده؟ تحسه اسم ميرق كده، تحسه بيتسلت من البق كده، ملوش ملك. اسمعي بقى، انا هعمل لك جدول مكثف 8 ساعات كل يوم. جدول ليه يا اختي؟ انا دخلت المدرسه. ما تهدي يا بنت الناس، مالك كل شويه فط زي الفطيطه كده. وهي موقفاك بقى الف على الفصل يا خال ولا ايه؟ عشان تسكت اللي ما بيتكلمش؟ طب انا بقى اتكلم بالشوق. كوريا بعد اذنك انطر خفيفا عشان في مصلحه كده هروح اخلصها. خدني معاك يا ابن الناس. طب خدوني معاكم. اقعدي اقعدي يا بنت، استرجلي اكتر من كده خال. يلا يا خال، سلام عليكم. يلا هات لي معك حلاوه وهات بيض، سعد بيحب البيض. هجيب لك يا سون. بصي لي كده، هجيب لك حبيبتي. ركزي معايا. ال8 ساعات دول هنقسمهم على الشكل التالي. اول نص ساعه ورك اوت، ايه؟ تمرين يعني رياضه. وبعدين عندك ساعه انجليش وساعتين عربي عشان تحسني لهجتك وتعدلي بقك. الساعتين بقى اللي بعدهم دول عشان الاتيكيت. ايه الاتيكيت ده؟ اتيكيت اتيكيت. الاتيكيت ده هعلمك فيه ازاي تاكلي، ازاي تشربي، ازاي تلبسي، وازاي تمشي. الساعه اللي فاضله هقعد احكي لك فيها عن مروان، بيحب ايه وما بيحبش ايه، مزاجه ايه. طب ما كده 7 ساعات ونص. برافو عليكي. فاضل نص ساعه. النص ساعه اللي فاضله دي عشان تساليني فيها عن اي حاجه انت عايزه تساليها. ونبقى انا حاسه اني شفت الحوار ده قبل كده في 5 أفلام و6 مسرحيات، اللي هي منهم بتاعت انت الكلب الكبير، فاكراها دي؟ وفي الاخر البت اما بتقع في الخيه وبتتعكش وبتتفقس وبتتسحول على عينها ولا حد بيعبرها ولا يقف جنبيها. ما تقلقيش، ان شاء الله مش هتستحولي ولا هتتفكشي ولا هتتهكرشي. يب اتفضلي، ادي اللي هتعلمني الكلام، ما كانت الكلام عندها بايظه اساسا. نجيب من الاخر. تحب تقول انت ولا اسالك؟ تسألني على ايه يا ابني؟ يبقى انت عايز تتسال. ماشي. كلمني شويه عن هيدا ابو طالب، ولا نقول جمالات حسناء بطن البقره. وقول لي بعتني عشان فلوس ولا حريم ولا عشان الاتنين؟ من غير ما تتذاكى، انا ما كنتش اعرف ان جمالات هي هيدا ابو طالب، والا ما كنتش اقدر ارسمها قدامك. اول ما عرفت انها هيدي كانت هربت اصلا. سبحان الله، عشان كده ما قلتيش لحد دلوقتي لغايه لما انا عرفت لوحدي. عشان كده لعبت في اللوحه عشان ما تبقاش شبهها. ولا ال50 مليون حلوين، والمزه حلوه، والشيطان امور. ياسر، انا اول ما عرفت انها هيدا اجبرتها انها تسلم نفسها، وكنت هجيبها واجيلك، وده اللي خلاها هربت. ولو انا معاها زي ما بتقول ما كانش زمانها هربت مني. انا متاكد انها لسه معاك، بس عشان انت صاحبي وعشان انا اجدع منك جيت اتكلم معاك. لكن لو ما سلمتهاش هبلغ الوزاره وهي تتصرف. عشان انت صاحبي لازم تصدقني، وسيبك بقى من الوزاره والكلام ده، وتعالى انا وانت نشتغل ونوصل الخيوط ببعض عشان نعرف نلاقيها. طب وخالتي مش هتاكل معانا؟ سندس قاعده مع طنط وموسوكا جوه بيشوفوا فيلم، انا قلت لهم وقت الدروس مش عايزه حد منهم معانا. ماشي. طب وابوكي دافع في الاكل ده؟ عشان طنط موسوكا اللي قاعده جوه دي لو اكلتنا لقمه هتشردنا عليها بقيه العمر. اطمني، بابي هو اللي دافع. دلوقتي ركزي معايا واعملي زي ما انا هعمل. ماشي. يلا هنمسك السكينه كده والشوكه كده، نقطع حته اللحمه كده وناكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وريني. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعملي ايه؟ ايه؟ انت بتعملي ايه؟ مش انا قلت لك ركزي معايا واعملي زي هو انا عملت كده؟ يا اختي احنا هنصور فيلم، انا بحب اللحمه بالعيش. بصي يا حبيبتي، لما تبقي تسافري وترجعي تبقي تاكلي زي ما انت عايزه، ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي انا. مفهوم؟ مفهومه ست الابله. اتفضلي. هنمسك السكينه بايدنا اليمين والشوكه بايدنا الشمال، نثبت حته اللحمه كده ونقطعها كده، وبعدين نروح اكلينها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا. طب انا هاكل بايديا الشمال؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه كده طيب؟ هو انت ناويه تجننيني؟ مش انا قلت لك لما تبقي ترجعي من السفر تبقي تعملي اللي انت عايزاه واستغفري ربك زي ما انت عايزاه. يلا. النبي انت هتشوينا في نار جهنم شوي كده. ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا. حاضر. هنا كده صح؟ برافو عليك. ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اصبري بقى، استبري. يا لهوي. طب ما سهل حوار الشوكه والسكينه اهو، عامله لك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك اعملي زي ما انا عملت. يلا يا كوريا والنبي. يا اختي انت زهقتيني. طب تصدقي اهو. ايه ده؟
ايه؟ بعدين بقى لما نتعلم الحاجات دي بقى كبروا مخ. مش عايز منديل يا ابني، لا يسترك. مناديل، منديل يا ابني لا يسترك. مناديل يا ابني. حبيبي لا يسترك. هتمشي ماشية مستقيمة، ظهرك مشدود، كتافك مفرودة، رقبتك مرفوعة لفوق، عينيكي بتبص قدامك مش عمالة تتلفت يمين وشمال زي البرص، رجليكي مقفولة. ايه ده؟ رجليكي مقفولة ازاي؟ مقفولة كده؟ كده اهو. ايه المنظر ده؟ وانا كده كاني محصوره. ومين قال لك تقفي كده؟ اقفي زي اهو كده كده اهو. يعني تقريبا. يا بنت انا كل ده هبل بالنسبه لي اساس. طب خدي الكبير، انت عارفه ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء لوحدي وما بتكعبلش. والله بسم الله ما شاء الله. وتعلمتي الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق، محطه المصريين، لينا معارف هناك يعني. هي اهلا وسهلا يا مرحبا. مرحبا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الله العظيم ثلاثة، بالله العظيم ثلاثة، السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير، وبيقول لي ناس فاضل. الله يخليك يا حاج. حضرتك بقى والده مش كده؟ لا والدي تعيش انت، ده عم شكري زي والدي يعني، كبير بطن البقر عندنا في المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بنتي يا هاجر انت جايبه لنا ده شاي؟ احنا عايزين الشربات، شربات العرسان يا بنت. ها خشي جوه دلوقتي يا هاجر. حاضر. يلا. عن اسمك. اتفضلي اتفضلي يا عروسه. اتفضلي يا زينة. بسم الله ما شاء الله، أدبيه وأخلاقيه كيف بيوت الصعيد عندنا، ربنا يحميها لشبابها. والاخ سيد بقى ان شاء الله اشتغل ايه؟ ابني سوكا حرس وصينه بسم الله ما شاء الله عليه. عقبال ولادك وولاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي. وفيه حاجة كبيرة، بيغني من غير ميكروفون، حنجرته ملعلعة. الله. مطرب، بس انا ما اعرفوش وما شفتوش غير المره اياها بتاعت الفرح. ما حضرتك بقى طيش شباب بقى، واحنا اهو جايين من الباب اهو حضرتك. لا مشهور. الله، هو انت ما سمعتش الغنيوه بتاعته اللي مكسره الدنيا وماشيه التكاتك كلها تغنيها، وفي التلفزيونات والراديوهات ما سمعتهاش ولا يغني له واد حته احسن يفتكرنا بنميز عليه. يلا يا ولد. لا 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 خلاص 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 ملوش لزوم. اصل اختي الانسه هاجر كانت قالت لي يعني ان الاخ سيد عنده عربيه مشروع كبده وسجق. ايوه قصده على عربية كبداجي. يا اختي كبدك ايه وزبلك ايه وهبابك ايه وسخمك ايه؟ انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من 15 20 جنيه في الشهر. دلوقتي ابني سوكا ما شاء الله النقطه بتنزل عليه بالالافات في الكباريه والله. كباريه؟ قصدها يعني تقول لك انه شغال في مالها ليلى. ليلى مين؟ ليلى مين؟ انا ما اعرفش لا ليلى ولا سعديه. هو كباريه ايه في ايه؟ قصد امي والاستاذ شكري حضرتك انها شغاله في مطعم استراني يعني، حاجات اكل طازجات وحاجات دي كده يعني. تصدق بالله ابني ده انضف واحد في الدنيا كلها، مغني معتبر ومشهور ومحترم، بيشتغل في كباريه محترم. انت عارف لما البيره تمشي قدامه كده ولا بيعبرها، يقول لي ياما، اقول له يا واد هي البيره دهيت شكلها ايه لونها ايه؟ يقول لي هي احمر ولا اخضر ياما، اقول له مع ان هي صفرة، بس هو ما بيبقاش عارف يا عين. انت عارف الخمره دي تبقى ملعلطه قدامه كده هو ولا يعبرها. انت عارف البنات المزز اللي هم يبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجاله يعني ويشربوا معاهم الخمره والكلام الحاجات دهيت، هو مؤدب ولا يهب ولا بيعبروا، لا مؤدب محترم من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. عشان كده هوت ولهذا يا استاذ يعني احنا جايين النهارده علشان خاطر نطلب ايد اخت حضرتك الست هاجر لابني المحترم، ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكا. ايه راي حضرتك بقى يا استاذ؟ قلت فرصه سعيده قوي يا حاجه. الجواز ده اسمه نصيب. شرفتونا.
ساعة وقولي بالحق وقولي بالحق والله يا قلب أنا سامعتك أوكي يا ساعة وقولي بالحق قولي بالحق. السلام عليكم يا ابو نجوان. وعليكم خير. احنا جايين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الانسه نجوان. مفيش بح. هو ايه اللي مفيش؟ ايوه طفشت مع الواد الزباله اللي اسمه مروان. طيب بحيث بقى ان احنا دخلنا كده، احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اهو. اتفضلوا. ما كمل الاول، ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحه لازم يعني تستنوا لما الحاجه تغلى. تغلى كيف يعني؟ احنا جايين نشتري شقه ولا ايه؟ الوصل ابو 5 مليون لحلوح غالي دلوقتي بقى ب7 مليون. ما كل حاجه بتغلى زي الحشيش. انا هدفع 3 مليون ودفتر الشيكات اهو، بس اشوف الوصل الاول. ما تهزاش يا سعاده الباشا. مفيش هزازان ولا نيله، الدفتر اهو واشوف الوصل وادفع 3 مليون. والله انا عامل كده عشان خاطر العشره بس. طول عمرك راجل طيب يا حاج ابو نجوان. راجل طيب. حاجه زهره كده جاهز. الله يعمر بيتك يا راجل. اهو الله يعمر بيتك. اهو شيك اهو. العنوان اهو. اديني الشيك بقى. اديله. يا سلام عليك يا ست الناني، ولا الست تمر حنه في زمانها. ايه مش عاجباكي؟ خلاص ولا الست اسمهان في فيلم الفرح. ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي يا نجمه مصر؟ الله اكبر، المسرح كان هيتكسر من اللي بيحصل عليه. بطل بكش يا عزوز، انا مش عارفه اشتغل يا اخويا ولا جايلي مزاج من غير سوكه، وكل يوم اكلمه مش لاقياه، وكل يوم اقول هيجي وما بيجيش. ما تلاقيش يا ناني ولا يهمك، انا كلمت المحامي وهرفع عليه قضيه. ده داخل على اسبوعين دلوقتي مختفي وقافل موبايله، وامه كمان ما بتردش. محامي ايه وقضيه ايه يا راجل انت؟ ده سوكه. الله، يعني يخرب بيتي واعمل له شهاده تقدير. انا هنزل له بطن البقره حايله واجيب. تعالي بس استني شويه. خدي. ايه دي؟ دي لا مؤاخذه ورقه طلاقي، اصل المحضر جابها هنا على الكباريه. الله ايه يا ناني، ده انا قلت الموضوع ده هيفرحك. سلومه ده زباله وعره الرجاله، وانا عمري ما حبيته، بس هو حب يهني عشان كده بعت لي الورقه على هنا. وعموما العشره ما بتهونش الا على اولاد الحرام، وانا بنت حلال يا عزوز، فهمت؟ فاهم والله، بنت حلال فعلا ومقصره ناني، وعشان كده بقى انا بستغل المناسبه السعيده دي وبطلب ايدك على سنه الله ورسوله. قلتي ايه؟ الله، ايه بس؟ في ايه تاني؟ انا اول مره اتطلق فيها، وانت جاي دلوقتي تقول لي اتجوزك؟ لا معاك حق يا ناني، يعني الواحده بتطلق كل يوم. عامه دوريها يا حبيبتي في دماغك وفكري فيها كويس قوي على مهلك، وانا مستني يا نجمه مصر، مستني على نار والله. حبيبي يا عسل. أنا مجمعاكم النهاردة عشان نتيجة امتحانات نص الشهر اللي كوريا هتسافر بعدها. أنا بالنسبة لي النتيجة 10 على 10. الأوراق كلها تمام والفيزا هتبقى جاهزة كمان 10 أيام. ممتاز. أما أنا فالنتيجة بالنسبة لي 0 من 10 في كل الدروس اللي أنا بديها لها. فشل ذريع، مفيش تقدم 1%. إزاي؟ دي لعبتك يا هايدي، ما عرفتش تتعلم منك ولا حاجة؟ خالص. خص عليك يا كوريا، مخبية عليا يا بنتي. إن ما وريتك ما بقاش أنا اللي مستني النتيجة دي بفروغ الصبر. تسقطي يا أم 0 من 10. أهم يا بنتي يا كل، تسمعيش الكلام ده كله. علم إيه وهباب إيه؟ هو بعد ما شاب ودوك كتاب. كوريا يا بنتي، وبعدين احنا كلنا حاطين امل عليك. هو في ابو الحاج انت وهي؟ ما انا مرسياكم من اولها. انا ماليش في دلع البنات الماسخ ده. انا تلاقيني في الجدعنه، تلاقيني وقت الضيقه، تلاقيني في الزنقه، لكن تقول لي حط احمر واخضر وامشي تقصعي زي البنات، اقول لك لا معلش ما نعطلكش. وبعدين خلاص فضوكم الحوار ده خالص، انا هرجع بيتي، مش لازمني الكلام. هتوحشني قوي يا صاحبي، انا مش عارف من غيرك هعمل ايه. خلي بالك من نفسك يا كبداكي.
عشان خاطرك يا بداكي واتغطى كده بس بقى وانا طالع ليبيا اشتغل، ده انا طالع اليونان شويه وراجع سوكا. فيه ايه؟ يا كبداكي انا ماليش الا انت، ده انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. انت واد مالك بقيت سايح كده ليه من ساعه ما البت دي سابتها؟ ما تفوق كده يا سوكا، شوف شغلك. ده لو كانت ضربه مطوه كانت خفت، ده انتوا بقالكوا اسبوعين. بقول لك ايه، امسك يا سوكا، دول 20,000 تدي 10 لامك و10 لكوريا، وتقول لهم ان كبداكي جاب لكم فلوس البيت اللي كان هياكلوا عليكم سلوم، وقول لهم ان كبداكي جدع يا سوكا. انت اجدع صاحب في الدنيا، بس فيك شويه عيوب، بس احلى حاجه فيك ان قلبك ابيض. يلا هتوحشنا يا صاحبي. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من بس نفسك بقى. سلامك كبداكي، خلي بالك من نفسك يا صاحبي. صباح الفل. مع السلامه يا مصر. السلام عليكم يا رجاله. سلام. شد حيلكم، مش عاوزين حتى اديكم شايفين الاسمنت والحديد سعرهم بيزيد يوم عن التاني. خير يا اخينا، في حاجه؟ لا مفيش حاجه، جاي بس اتابع العماره وشغل العماره. هو في ايه يا عم انت عاوز ايه؟ انت اللي فيه ايه؟ انا شريك في العماره. انتوا مين بقى؟ شريك مين يا عم انت؟ شريك المعلم عرفه صاحب العماره. معلم عرفه مين؟ العماره دي بتاعت ابونا المعلم روماني هنداوي ومالوش شركاء. روماني مين ومالوش شركاء ازاي؟ بقول لكم انا شريك المعلم عرفه في العماره. يا عم انت جاي ترمي بلاك علينا ولا ايه؟ لو شفتك هنا تاني علاك على باب العماره واجيب لك الحكومه، نصاب ده ولا ايه؟ يلا يا عم اتكل على الله، مالك ابيض. الله 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 الله، ايه الحكايه؟ هو انا اتضحك عليا ولا ايه؟ كده كبداكي ماشي، يا انا انت كبداكي. يعني انت يا واد جبت لي المورستان اللي بره ده وسبتني وهربت كده؟ ها؟ عزوز قرفني كل يوم بالتليفونات بيسأل عليك، انا مش عارفه ارد اقول له ايه، لان انا مش عارفه اراضيك فين. اديني قاعد ياما في البنسيون اكل شارب، والحمد لله بدعواتك ياما ربنا ساترها معايا. انزل اروح فين بقى ياما؟ يا ولا يا ولا على يا ولا، وانزل شوف اكل عيشك. ما ينفعش كده. الله، الشقه دي هندفع ايجارها منين؟ هناكل ونشرب منين؟ وادي احنا جبنا العربيه والحمد لله، وبحوش لك عشان اجيب لك الشقه، وصيتك والحمد لله مكسر الدنيا. اما بقى عن البت الممرضه ده اهي، فلا يا حبيبي، ستها تتمنى تراب جزمتك. انت من النهارده بقى تنزل تروح الكباريه. بقول لك ايه ياما، ولا انا رايح ولا جاي، ومن الاخر ياما بقى العيشه بتاعتي دي ما بقتش عجباني. لا بقول لك ايه، لا ده انا من صباحيه ربنا هاخدك ل2 شيوخ يقروا عليك. لا والله العظيم، ده انت معمول لك عمل كلب تافك فيه. كلب ايه ياما وقطه ايه؟ بقول لك ايه، خدي الواد كبداكي جاب لك ال 10,000 جنيه دول بتوع التنكيس، سلكهم من سلومه، اتفضلي. جدع يا ولا انت وكبداكي، حر ونار في جتته الواد سلومه الحرامي دهوت. برافو عليكم والله. انا نازل ياما، عايزه حاجه؟ حبيبي مش عاوزه حاجه، انا عاوزاك بس كل يوم تعدي عليا، عقل روحك كده. وبعدين ده احنا ما صدقنا الميله اتعدلت، هنعوجها تاني ليه؟ خليك ناصح يا ولا. ادعي لي ياما. ربنا يكرمك يا رب. ربنا ما يحرمني منك. اللهم امين. لا يا حبيبي، عايزاك طيب مع الف سلام. بقول لك يا خالتي، انا هقلب المحل فول وطعميه واخدك معايا يوماتي، مش هحبسك هنا خالص. خلاص يوم ايه بردك؟ لو البيت وقع واحنا بره يبقى ربنا نجاتنا مع بعض، وقع واحنا جواه يبقى ربنا خدنا احنا الجوز مع بعض عشان نتحمل القرف اللي احنا عايشين فيه ده. تعرفيني دنيا واخره، مش عايزه اروح معاكي. حتى انت والله على قولك، وانا مين عايز يعاشرني وانا حيه؟ ما هيعاشرني وانا ميته. مين؟ طيب يا الدنيا طارت. يو افتحي. ايه ده يا خال؟ ازيك يا خال؟ يا كوريا. ازيك يا سوكا، عامل ايه؟ ادخلي. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ مين الواد ده؟ سندوتشا. كيفك يا حبيبتي؟ كيفك؟ الواد ده مين؟ ده سوكا يا خالتي. ابن ام سوكا؟ يا خالتي، ابن ام سوكا. ايه ده؟ ايه ده مالك؟ فيك ايه؟ لا ولا حاجة. لا كوريا، سوكا متضايق ومقاطع الشغل بقاله فترة، متضايق علشان البت الممرضة اياها دي، وانا طول الطريق بقول له يا عم فضك فكك، الشغل اولى بيك. بقول لك ايه يا سوكا، اسمع للخال، هو معاه حق. الحب والحاجات دي خلاص خلص من ايام الله يرحمه عبد الحليم حافظ. اقول لك على حاجه، يا امه هو مش مكتوب للي زينا، فمن الاخر روح شوف اكل عيشك. ولا اقول لك على كده بحلم بيك، بحلم
الروقان والنبي. هو اقول ايه؟ اقول في اللي احنا يبقى كفايه عليا. خد يا كوريا. ايه؟ 10000 جنيه دول بتوعك، بتوع تنكيس البيت. ابراهيم عمل حوار على سلومه وجابهم لك منه، بقول لك عشان تعرفي ان هو جدع. جابهم ازاي؟ ايه اللي جابهم ازاي؟ وجابهم منين وصرفهم منين؟ عبال ما تعرفي كل ده هيكون البيت وجع على دماغك. يلا يا كوريا هملي. والنبي فيك الخير يا كبداكي. طب هو ما جابهمش هو ليه؟ جاله عقد في اليونان وسافر يا كوريا. ايه؟ عقد في اليونان؟ وانت زي ما تقوليش يا سوكا. والله العظيم ما اعرف يا كوريا، انا زيك بالظبط. فوجئت على باب المطار. عارفه الست اللي كانت في المستشفى اللي بنتها اسمها نجوان، هي دي اللي جابت له العقد. ومن الاخر كده ابراهيم خلع وراها. راح وراها؟ يا ابو ديل نجس عمره ما هينعدل. بقول لك يا خال اتصلي بجولي دلوقتي حالا. يلا.